بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن حال ان شاء الله. النهارده بقى تعالوا نعمل مع بعض نعمل مع بعض الشاورما بتتبيله قريبه جدا جدا من تتبيله المحلات اللي احنا اللي احنا عارفينها وبنشم ريحتها كويس جدا. بس صدقيني بقى، وانت حطاها في البوتاجاز كده او انت حطاها على النار، هتشم فعلا ريحه الشاورما اللي فعلا بتشتريها من المحلات دي. وهندي فيها، هتبقى فيها اللسعه الحمراء دي اللي بتاخد اللي هي من السيخ دي، وهتبقى جميله جدا معانا. تعالي بقى نتعرف على المكونات مع بعض، وان شاء الله التتبيله موجوده في كل بيت وهتبقى على قد الايد ان شاء الله. ونفرح ولادنا ونعمل لهم ان شاء الله اللي هم عايزينه كله في عز الغلا ده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عندي كده بقى شويه بصل كده، بصلتين ثلاثه كده قطعتهم وفصصهم من بعض زي ما انتم شايفين معايا كده. اول حاجه جهز الخضار بتاعي كده، بفصصها كده زي ما انتم شايفين معايا كده عشان ما تبقاش يعني قطعه كبيره على بعضها كده. خلصت البصل كده ومعايا بقى احطه في البوله بتاعتي، احطه في بوله كده واركنه على جنب. ولو هسيبه شويه انا هغطيه، هلبسه وهغطيه بكيس استرتش كده واشيله شويه على ما على ما اخلص التتبيله بتاعتي. معايا معايا قرنين فلفل كده، عندك فلفل حامي ماشي، عندك فلفل رومي ماشي، ايه الموجود عندك اعملي. بس انا بقطعه بطريقه مميزه شويه، بقطعه بطريقه طوليه كده قد البصليه اللي انا قطعتها كده. احاول اخليه هو البصل مقاس واحد كده في الطول يعني. مش بقطعه التقطيعه العاديه بتاعتنا دي، لا، بقسم القرن اتنين كده واقطعه بالطريقه الطوليه كده زي ما انتم شايفين معايا كده، عشان يبقى فيه تناسق بس في مقاس الحاجه وبتبقى شكلها حلو معانا. قطعت الفلفل بتاعي كده كله وهركنه برضو في بوله على جنب. حاجه سهله وسريعه وبسيطه كده ان شاء الله. هنضف بس البلانشة كده، قلبتها طبعا ناحية الخضار لوحدها وناحية اللحوم لوحدها. عندي صدور بانيه كده، عندك وراك ماشي، عندك صدور ماشي، زي ما تحبي. عندك خليط من ده وده ماشي، ممكن زي ما تحبي تعمليها بقى في يوم جمعة كده لولادك كده، تبسطيهم برضو وتبقي محرمتهمش من حاجة. قطعت الشاورما برضو كده، الصدور بتاعتي كده بطريقة طولية زي ما انتم شايفين معايا كده. احاول اخليها قد الفلفل وقد البصل بتاعي، اقطعها بالطريقة دي كده. طبعا الصدور انا مقطعاها رفيعة او جايباها من عند الراجل يعني متقطعه رفيع، فبقطعها بالطريقه طوليه كده زي ما انتم شايفين معايا كده. شايفين بقى مقاس الصدور عامل ازاي، ومقاس البصل ومقاس الفلفل كلهم قد بعض يعني، عشان لما تقدميه في الطبق يبقى شكله يبقى شكله شيك كده وحلو. هركنه بقى كله دلوقتي على جنب ونشوف هنعمل التتبيله بتاعتنا ازاي. انا جبت بوله فاضيه كده، معايا معلقه زبادي، جبت علبه زبادي خدت منها بس معلقه. معايا معايا نص كوبايه عصير برتقان. عصير برتقان المزازه بتبقى تحفه فيه. وليمونه كده، عصره ليمونه كده او اتنين. ما عندكيش برتقان، هو البرتقان متوفر اليومين دول، ما عندك وما بيتقطعش طول السنه. ما عندكيش برتقال ممكن تستغني بالليمون. جايبه انا توابل شاورما كده، حطيتها عليها وقلبتها كده، وملح وفلفل اسود وكده وخلاص، وكده خلاص هتشم ريحه احلى شاورما. ليه؟ لان التتبيله دي بتاعت الشاورما فيها البصل البودر والثوم البودر والبابريكا والحاجات دي كلها. انت عايزه تزودي من عندك، عايزه تزودي بابريكا، عايزه تزودي مستردة زي ما تحبي، بس دي التتبيله الاساسيه وانت ممكن تزودي اللي انت عايزاه. انا عن نفسي ما زودتش حاجه عن كده، وانا بسويها تحسي فعلا انك في محل شاورما. ريحتها كانت طالعه جميله جدا جدا. انا حطيتها كده في في التتبيله بتاعتي زي ما انتم شايفين معايا كده، وغطيتها قيمه ساعتين. وطبعا غطيت البصل بتاعي عشان ما يسننش، وحطيت الفلفل بتاعي كنت مجهزاه. اعمل جبت الصينيه بقى، هنسويها بطريقه سهله جدا بقى، ولا على نار ولا على سيخ ولا اي حاجه خالص، وهتدينا اللسعه بتاعتها لون احمر كده جميل كده. جبت الصينيه وحطيتها كده، وعم معايا ربع كوبايه زيت حطيتهم عليها او 3 معالق، شويه عندي شويه زيت كده يعني حلوين. هحط عليها الخضار بتاعي الفلفل والبصل وبس يا معلم كده. حاجه حطاها في الفرن بقى، مولع الفرن من تحت بس، كمان ما ولعتوش من فوق، وسبتها حوالي نص ساعه في الفرن كده. بقت تحفه، ولا خدت معايا بقى اي وقت خالص، ولا على نار ولا على سيخ ولا اي حاجه خالص. حطيتها في الفرن، شايفين في الفرن عملت ازاي. حبيت بس اوريكم المرحله دي. هتنزل الميه بتاعتها وهتشربها تاني، هتزودها حلاوة على حلاوتها يعني. مش هتنزل ال الصوص بتاعها لتحت، لا، ده هتنزله في الصينية وبعد كده هي تشربه، بتزيد حلاوة بقى على حلاوتها. شايفين اللون الأحمر الخفيف ده بقى اللي بيبقى على سيخ الشاورما كده، واحنا في محل الشاورما بيبقى الجنب بتاعه أحمر شوية كده، أو لو حطيتها في سيخ بتدينا اللون الجميل ده تحفة معانا بقى.
وتقدميها بقى. عندك عيش تورتيلا، عندك عيش سوري، ممكن تعملي سندوتشات، تعمليها تغمسيها كده بعيش، تعمليها فينو، زي ما انت عايزه تحبي تعمليها اعمليها. بس اللي اضمنهولك انها حاجه تحفه جدا وجميله جدا. وده كان الفيديو بتاع النهارده. يا ريت لو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد وحصري. شايفين بقى الشكل عامل ازاي؟ تحفه. ولادك بقى ايه يعني هيعشقوها عشق كده. ونزينها بقى زي ما احنا شايفين كده بأي حاجة عندي، او اعملها سندوتشات زي ما انت عايزة تقدميها قدميها. ويا ريت يكون عجبكم الفيديو بتاع النهاردة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.